علشان تعملي احلى صينية سمك، يبقى تعالي شوفي وصفة النهاردة. شوفي بقى قد ايه السمك اخد لون وشكل حلو، لا كمان ده الطعم احلى. شوفي السمك مستوي ودايب وسواه مظبوط ازاي. لا ده البطاطس والخضار اللي تحتيه دايب دوب وغرقان كده في صوص بطعم السمك خطير. تعالي نشوف عملتها ازاي. انا كان معايا هنا سمكتين كبار من السمك البوري ما شاء الله. قطعتهم زي ما انت شايفة كده قطع عشان اضمن سواه. دي كانت سمكية تالتة صغيرة شوية، قطعتها على 3 بس وحطيتها هنا. بقى هبتدي اعمل معاكي التتبيلة. طعمها حلو جدا ومميز، تنفع معاكي مع اي نوع سمك. حطيت 6 فصوص من الثوم، حطيت عصير ليمونتين، حطيت ربع كوباية من الزيت، وكمان حطيت معلقة كبيرة من الكمون. طبعا السمك حبيب الكمون فزودي، حطيت معلقة كبيرة. معلقة صغيرة من الكزبرة، حطيت معلقتين كبار من بهارات السمك، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الشطة. اختياري، تزودي تقللي براحتك. كمان معايا معلقة كبيرة من البابريكا. كمان حطيت قرن فلفل أخضر، وحطيت قرن فلفل أحمر لأني ما كانش معايا هريسة شطة. لو عندك حطي معلقة. كمان معايا حزمة من الشبت والكزبرة، أخدت نصها دلوقتي وركنت نص التاني هقولك هعمل بيه ايه. هنا الخضار بقى كميته براحتك، تزودي تنقصي براحتك. انا حطيت الخضار بتاعي بصلتين كبار وطماطم وفلفل اخضر حامي بارد برضو دوت براحتك. قطعت البطاطس، بس انصحك كتري من الخضار لان الخضار هيتاكل قبل السمك. بيبقى طعمه حلو جدا ومميز بالتتبيله. انا شلت هنا حبه من الخضار بتاعي، مش من البطاطس طبعا عشان ده هحطه على الوش. ظبطت كده وش الخضار. هنا بقى كان المفروض ان انا انزل بباقي الشبت والكزبره الخضراء، واقلبهم بقى مع الخضار وبتشمي ريحه حلوه جدا. بس انا الولاد عندي كانوا حواليا زي ما انت شايفه كده مش مخليني مركزه خالص. انت خليكي مركزه اكتر مني وحطيهم قلبيهم كويس مع الخضار. هيبقى افضل. دلوقتي انا بفتح السمك كده زي ما انت شايفه. على فكره ممكن تحطي السمك مفتوح كده، يعني يبقى مفتوح زي السنجاري كده، بيبقى طعمه حلو جدا ووشه محمص. بس انا حبيت السمك عندي كان ما شاء الله كتير. حبيت ان انا اسويه كله في الصينيه وما كانش هياخد لو فتحته يعني، فعملته بالطريقه دي طلع نفس الطعم برضو. بس لو انتي كميتك اقل افتحيها افضل. هنا نزلت بباقي الخضار اللي معايا. كنت مخليه معلقتين كده من التتبيله، نزلت عليهم بمعلقتين كبار من الصلصه، نص كوبايه ميه مغليه، وقلبتهم كويس جدا في التتبيله، ونزلت عليهم بالسمك. برضو المفروض كنت حطيت الصلصة قبل طرنشات الليمون. مفيش مشكلة. هنا دلوقتي الحمد لله أنا افتكرت الكزبرة والشبت، مفيش أي مشكلة، حطيتهم كده من تحت هنا السمك. ركزت بعد ما فضيت الحرب بين الحتايته والطعيمة، ونزلت هنا بالصلصة زي ما قلت لك وباقي التتبيلة على وش السمك. وهحطها على عين البوتاجاز، غطيتها وحطيتها على عين البوتاجاز 10 دقايق لحد ما تبتدي تغلي معايا. بحب اعمل كده في الصواني عشان تنزل اول ما تدخل الفرن اللي انتي مسخناه تشيل على طول وتغلي على طول، فما تاخدش وقت وتنشف معاكي. بعد نص ساعة من دخولها الفرن شلت من عليها ورقة الفويل وسبتها لحد ما اتحمرت واخدت اللون الحلو ده. لو ما اتحمرتش معاكي انتي حطيها 5 دقايق عادي تحت الشواية لحد ما تاخد اللون اللي انتي عايزاه. هنا بعمل رز عادي خالص ابيض. رز السمك بيتعمل بالزيت مش بالسمنة. حطيت زيت وقلبت فيه الرز كله لحد ما اتغلف، وبعد كده نزلت عليه بالمية والملح، سبته لما يتشرب، وهديت عليه النار وسبته لحد ما كمل سوا. وقدمت بقى السمك طلع معايا بالشكل واللون التحفة ده. يا ريت تجربيه، ولو انتي لسه معايا لحد دلوقتي يا ريت تشجعيني بلايك عشان نكمل، ودعوة حلوة من قلبك، وتشتركي معانا في الصفحة عشان يوصلك منا كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.